ونروح بعد كده على اقوى مباراة في دور الثمانية، وهي مباراة منتخب فرنسا والمنتخب الانجليزي. المنتخبين بصراحة ادائهم من بداية البطولة لحد دلوقتي في منتهى الجودة، ولكن برغم الجودة الكبيرة اللي اظهرها المنتخبين الا انهم لحد دلوقتي ما قابلوش فعلا اختبار حقيقي ومنتخب قوي نقدر نختبر منه صلابة المنتخبين. ده هيكون اول اختبار حقيقي ليهم هما الاثنين. المنتخب الفرنسي بقيادة ديشامب بطل العالم بالتأكيد عنده خبرات افضل من لاعبي المنتخب الانجليزي وساوثجيت. منتخب قدر يحقق بطولة العالم اللي فاتت، ومن الاخر كده عارف من اين تؤكل الكتف. لاعبين كتار متألقين في المنتخب الفرنسي على رأسهم امبابي وجريزمان وجيرو وتشاوميني ورابيو اللي بيقدموا اداء اكثر من رائع في نص الملعب. وبصراحة كان مفاجأة كبيرة جدا ليا اداء الثلاثي نص الملعب. جريزمان عامل مجهود جبار جدا في المباريات اللي فاتت، لعيب بيتحرك في كل مكان، بيتحرك على الطرف وبيخترق من العمق، بتلاقيه داخل منطقة الجزاء وبتلاقيه موجود كمان في الدفاع. يعني بصراحة عامل اداء استثنائي ومجهود بدني كبير جدا منه، وهو اللاعب اللي تقدر تقول ان هو بيعمل الربط ما بين نصف الملعب والهجوم. والناحية التانية وجود ديمبلي ناحية اليمين اللي فعلا ما بيلاقيش مساندة من الظهير الايمن كوندي، لكن بصراحة هو مش محتاجها، هو عنده سرعة ومهارة فردية جبارة. ولكن مشكلته الوحيدة واللي كنت اتكلمت عليها قبل كده هو قراره الاخير. لاعب عنده استعداد ان هو يرقص كل لاعبي الخصم، بس بعد كده القرار الاخير اللي بياخده دايما بيبقى فيه مشكلة. اسهل قرار عنده ان هو يعدي ويلعب الكرة العرضية، لكن بصراحة لحد دلوقتي هو عامل جبهة يمين من الاقوى في البطولة. والناحية التانية لما بنتكلم على مبابي فيعني كفايه ان احنا نشوف الاجوان اللي جابها اخر ماتش، اجوان بلاي ستيشن. لعيب ما تقدرش تسيطر عليه ابدا، ولو سبت له المساحه اكيد هتندم. متاكد ان وولكر هيعاني جدا قدام امبابي، ولازم ساوثجيت يكون عنده خطه ويبعد تماما عن فكره ان هو يخلي وولكر يراقب امبابي طول المباراه. فكره ان انت تخلي دايما امبابي موقف لواحد لواحد قدام مدافع مهما كانت الجوده اللي عنده وسرعته هي مغامره غير محسوبه. امبابي ردود افعاله وتصرفاته بالكره غير متوقعه ابدا، وفوق كل ده وده الجوده الكبيره اللي موجوده عنده في عمليه الانهاء. والناحيه الثانيه لو هنتكلم على جيرو فكفايه قوي ان انت تديله كره معقربه جوه منطقه الجزاء وهو هيعرف يتصرف فيها. مشكلته الوحيده ان هو بيضيع الكرات السهله، لكن الصعبه اطمن هي اكيد جون. ثيو هرنانديز ناحيه الشمال ظهير ايسر ممتاز، هيشكل جبهه قويه جدا للمنتخب الفرنسي. ولكن هنا في مشكله عند منتخب فرنسا وهو ثبات مستوى المدافعين. اذا كنا بنتكلم على ابراهيم كوناتي واوباميكانو وفاران وحتى كوندي اللي بيلعب ظهير ايمن دلوقتي، مدافعين ممتازين جدا لكن عندهم مشكله كبيره، ممكن واحد منهم ياخد قرار يقلب النتيجه. وخاصه ان احنا بنتكلم ان المنتخب الانجليزي عنده هاري كين في خط الهجوم اللي مش هيرحم اي مدافع لو غلط قصاده. والناحيه الثانيه لو هنتكلم على ساوثجيت والمنتخب الانجليزي فزي ما قلت هو بيقدم واحده من افضل العروض ليه. منتخب في منتهى القوه والشراسه، عنده دكه قويه جدا. والساوثجيت بالمناسبه حظه حلو قوي، هو دايما كان بيعتمد على جريليش ناحيه اليمين او ستيرلينج، ولكن الظروف اللي حصلت في الاخر لستيرلينج خلته يعتمد على فودن اللي مش فاهم ازاي جاله قلب وعقل يقعده من اول البطوله وما يعتمدش عليه كاساسي. ونفس الكلام راشفورد لاعب عنده سرعه عاليه وجوده كبيره جدا في عمليه انهاء الهجمات، احسن بكتير من ساكا في الحته دي. ممكن ساكا يكون لاعب ممتاز جدا في عمليه التدرج في الكره واللعب على الطرف اليمين، لكن عمليه الانهاء عنده مش بجوده راشفورد. لكن اكيد ساوثجيت هيعتمد عليه في المباراه دي، المباراه اللي ممكن يكون فيها مساحات محتاجه اللاعبين عندهم سرعات زي راشفورد. ونيجي بقى نتكلم على نص الملعب بقياده الجوهره بيلينغهام، اللاعب اللي بيقوم بكل ادوار نص الملعب، بيدافع وبيهاجم، بيشارك في عمليه التدرج بالكره، بتلاقيه بيقوم بدور راس حربه تاني، ممتاز جدا في التحولات، وقراراته ومرجعياته كلها بتكون سليمه. بصراحه انا شايف ان هو افضل لاعب صاعد في العالم في مركز نص الملعب. بالنسبه لي انا شايف ان هو نص ملعب متكامل اكتر بكتير من جافي وبيدري وجمال موسيالا. لعيب بصراحه بسم الله ما شاء الله عليه ما فيهوش غلطه، واللي يعتبر واحد من اهم مفاتيح اللعب للمنتخب الانجليزي. مصادر الخطوره عند منتخب انجلترا كتير، اذا كنا بنتكلم على هاري كين واحد من افضل المهاجمين في العالم، المهاجم اللي بيتحرك في كل حته في الملعب زيه زي بنزيما بالنسبه لمنتخب فرنسا، اللي بيقوم ساعات بدور صانع اللعب، مره تلاقيه في الجناح، مره تلاقيه نزل يستلم الكره، مره تلاقيه متواجد كراس حربه. بصراحه مهاجم متكامل مع وجود لاعب بمهاره فودن وساكا وكمان راشفورد. صمام الامان لمنتخب انجلترا وهو ديكلان رايس وقائد الفريق هندرسون، فاعتقد ان الفريق ما عندوش اي مشكله في المراكز دي. لكن تبقى المشكله زي ما اتكلمت قبل كده في الحلقه اللي قبل البطوله ان مشكله المنتخب الانجليزي في خط الدفاع اللي لحد دلوقتي ما قابلش منتخب قوي
يقدر يختبر جودته قدامه. وجود ديمبلي وجيرو ومبابي وكمان جريزمان تبقى اختبار صعب وقوي جدا لدفاع المنتخب الانجليزي. انا بصراحه ما اعتقدش ان منتخب انجلترا هيقدر يصمد قدام هجوم منتخب فرنسا. زي ما منتخب فرنسا شايف ان عنده مشكله في العناصر في الدفاع، فكمان مشكله المنتخب الانجليزي موجوده برضه في الدفاع، واللي المباراه دي هتعتبر اول اختبار حقيقي لدفاع الفرقتين. ننتظر نهائي مبكر في المباراه دي، فهل يا ترى الغلبة هتكون لمين؟ ولو هتكلم على توقعي للمباراة دي، فأنا أتوقع فوز المنتخب الفرنسي على المنتخب الإنجليزي. وما تنساش تقولي توقعاتك للجولة دي تحت في التعليقات.